ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الهريسه الدمياطي بسر اكبر المحلات. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل الهريسه في منتهى الجمال، وزي اللي بنشتريها الجاهزه بالظبط، واحلى واوفر بكتير من اللي بنشتريها. وزي ما انتوا شايفين الاسعار السنه دي غالية جدا جدا جدا. هنوفر وهنعمل كل حاجة في البيت، وزي الجاهزة وأطعم كمان وأوفر بكتير. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله قطعة الهريسة اخدة اللون الذهبي، شايفين اللون من بره ومن جوه، وبدون جيلي كراميل. زي ما انتوا شايفين شكل الهريسة. اول حاجة هنبدأ اللي احنا نحضر الشربات بتاعتنا، عبارة عن 2 كوب من السكر، عليهم كوب ونص من الماء، عليهم ربع كوب عسل كلوكوز. هنقلب في المية والسكر كويس جدا مع بعض، واول ما يغلم هننزل بالربع كوب عسل كلوكوز، وبعد كده هنسيبهم يغلم لمدة ربع ساعة. هنهدي عليهم النار، وبعد كده هننزل بنص عصير ليمونة ونبدأ اللي احنا نطفي عليه. احنا عايزين الشربات بتاعنا يكون دافي مش بارد خالص. هنبدأ بقى نحضر الهريسة بتاعتنا. عندنا المقادير بتاعتنا 750 جرام من السميد الخشن او الوسط، وعندنا نص كوب من البندق المجروش، وعندنا كوب الا ربع من السكر، وعندنا كوب وتلات ارباع جوز هند يكون رز كامل الدسم. هنجيب السميد ونحط عليه السكر والجوز الهند الرز، وهنقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هننزل عليهم، معلش الكاميرا ما جابتش الخطوه دي، هننزل بتلات ارباع كوب عسل نحل. وبعد كده ما ينفعش نحط عسل جلوكوز، هننزل بتلات ارباع كوب عسل نحل ونقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هننزل بكوب وربع من السمنة السخنة جدا تكون بتغلي، وهنزل كده على الهريسة بتاعتي، وده قوامها زي ما انتوا شايفينها كده. ببدأ اقلب كله في بعضه كده كويس، وهبدأ اجيب صينية مقاس 32 او 30 وادهنها كويس بالسمنة، وارشها كده رشة من جوز الهند زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى انزل بالهريسة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، واساوي كويس جدا في الصينية. وطبعا انا هدخلها بعد ما اخلصها كده الفريزر نص ساعة علشان ما تعملش وش معايا للسمنة او تطلع على الوش. زي ما انتوا شايفين بدأت انزل بنص كوب جوز، بدأت انزل بنص كوب البندق المجروش، وبدأت كده اللي انا اكبسها بايدي. وهبدأ اجيب كيس وصينية اصغر، واهم حاجة الكبس ده يا جماعة اضغط عليها كويس جدا، اهم حاجة في الهريسة الكبسة دي. وهبدأ بقى اجيب معلقة كده، وبظهر المعلقة كده معلقة صغيرة، وهنزل بالحرف كده. وطبعا هدخلها الفريزر نص ساعة قبل ما ادخلها الفرن. هدخلها الفرن على حرارة 180 في الرف الاوسط. اول ما تاخد لون من الحرف كده من الجنب هبدأ اهدي النار لمدة ربع ساعة لحد حرارة 150، وبعد كده هبدأ اللي انا افتح عليها الشواية على الهادي خالص. اول ما هتاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه الحلو الغامق ده كده، ده من غير شيل كراميل. وزي ما انتوا شفتوا الاسرار والطريقة، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. بدأت اللي انا اسقيها، واخدت كمية الشربات كلها. طبعا الشربات كان دافي معايا مش بارد. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل الهريسة في منتهى الجمال. هقطعها معاكم علشان تشوفوا شكلها زي الجاهزة ازاي، وازاي اخده اللون الذهبي من بره زي جوه، ما هياش بيضة معايا من جوه اهو. شايفين لون الهريسة ما شاء الله في منتهى الجمال.